بيبدأ الفيلم في لندن في ليلة ديزنية جميلة، وبنشوف عيلة صغيرة عايشة في بيت قديم. الأم كانت بتحب بيتر بان بس مش بتؤمن بيه، والأب كان بيكره حاجة اسمها بيتر بان لأنه فاكر إن عياله بيحبوه أكتر منه. نيجي بقى للأطفال اللي من كتر حبهم في بيتر بان خلوه بطل حكاياتهم وألعابهم، ودي نانا أكتر كائن صعبان عليا في الفيلم ده كله. زي ما انتم شايفين هي كلبة ولكن بتعامل الأطفال كأنهم عيالها. ودي بقى ويندي أكبر واحدة في إخواتها، ومش مجرد حبة بيتر بان، لا دي بقت متأكدة انه موجود وانه مش مجرد شخصية خيالية في كتاب. المهم ابوهم بيدخل وبيقول لهم فين الزراير الذهب بتوعي، فجون بيقول لمايكل فين الكنز المدفون، فبيقول له والله ما اعرف، فبيقول له طب فين الخريطة، ومرة واحدة ابوهم بيلاقي الخريطة اللي بتكون مرسومة على الهدوم بتاعته. ابوهم بيتعصب جدا، فجون بيقول له احنا كنا بنلعب، ويندي قالت لنا ان في الحكاية لازم أن تكون في خريطة للكنز. فبيقول له ويندي، بينادي عليها وبيفضل يزعق لها وبيقول لها انا كم مره اقول لك ما تحكيش لاخواتك قصص خياليه، فبتقول له لا مش خياليه كل ده حقيقي. مراته بتحاول تهديه ولكن بيقول لها جه الوقت اللي ويندي يبقى ليها اوضه لوحدها. الكل بينصدم من اللي بيسمعوه وبيقول لهم ده اخر كلام عندي. بيكون ماشي ولكن بيتكعبل في نانا وبيقع في الارض. الكل بيجري على نانا وبيسيبوه هو، فبيتعصب اكتر وبيقرر يطلع الكلبه بره البيت. بتودعهم وبيربطها قدام البيت. بتبص له البصه دي فبيقول لها انت مش ملزمه تحافظي على الاطفال، دي مهمتنا احنا وهم كده كده هيكبروا. على الناحيه التانيه ويندي بتقول لمامتها انا مش عاوزه اكبر، ومايكل وجون بيبقوا متضايقين جدا علشان ابوهم قال على بيتر بان انه خيال مش اكتر، وكمان طلع نانا بره البيت. مامتهم بتكون هتقفل الشباك ولكن ويندي بتقول لها سيبيه مفتوح، فبتقول لها ليه، فبتقول لها يمكن بيتر بان يرجع تاني عشان انا لقيت حاجه بتاعته. فبتقول لها لقيتي ايه، فبتقول لها الظل بتاعه، فبتسيبها وبتمشي. بتحكي لجورج اللي سمعته ولكن بيقول لها كل الكلام ده خرافات. ومره واحده بيظهر بيتر بان فوق السطح بتاعهم وبيكون معاه تنة ورنة. بيفضل يتسحب لحد لما بيوصل للشباك، بيدخل جوه وبيلاقي الكل نايم، فبيفضل يدور على الظل بتاعه. وتنة ورنة بتقف قدام المرايه وبتشوف نفسها، ومره واحده بتلاقي الدرج ده بيتحرك. بتنادي بيتر وبيفتح الدرج وفعلا بيلاقي الظل بتاعه، ولكن غصب عنه بيحبس تنة ورنة جوه الدرج. بيفضل يجري ورا الظل بتاعه علشان يمسكه، وبعد ما بيكسر البيت كله اخيرا بيمسكه. ولكن ويندي بتصحى على صوت التكسير اللي حصل وبتشوف بيتر بان لأول مرة، وبتقول له شكلك زي ما تخيلتك بالظبط، ولكن هو ولا هنا ماسك الصابونة وعايز يلزق ضله فيه من تاني. ويندي بتقول له ايه الهطل ده استنى، وبتروح تجيب له الخيط من الدرج. ساعتها تنة ورنة بتحاول تخرج ولكن ما بتعرفش، وبتتعصب جدا من ويندي علشان ما شافتهاش في الدرج. وبتفضل ويندي تتكلم مع بيتر كتير، فبيقول لها بيتر البنات رغاية جدا، فبتقول له وانت بقى ايه اللي جاب ضلك هنا، فبيقول لها كنت بسمع حواديت، فبيقول لها ما انا عارف، ما هو انا بسمع من هنا وبروح احكي للاولاد التايهين. فبتقول له ويندي انا مبسوطه جدا اني شفتك قبل ما اكبر، فبيقول لها تقصدي ايه، فبتقول له علشان من بكره هيبقى ليا اوضه لوحدي، فبيقول لها ده معناه ان مفيش حواديت تاني وانا والاولاد التايهين ما نقدرش نعيش من غير حواديت. فبيقول لها انت هتيجي معايا لارض الاحلام وهناك محدش فينا بيكبر. تنة ورنة بتسمع الكلام ده وبتتجنن، وبتكون ويندي هتبوس بيتر بان ولكن تنة ورنة بتتجنن اكتر وبتطلع من الدرج وبتشد شعر ويندي، فبيجري وراها بيتر بان علشان يمسكها، وغصب عنه بيصحي جون ومايكل بيسلموا على بيتر، وجون بيقول له الحق يا مايكل دي دبانه، ولكن بيتر بيقول له لا دي جنيه. وبنعرف ان تنة ورنة بتعمل كل ده علشان غيرانه على بيتر لانه مهتم بويندي جدا. وبيقول بيتر لمايكل وجون انتوا هتيجي معايا بس بشرط تسمعوا كلامي. بيوافقوا، فبتقول له ويندي هنروح هناك ازاي، فبيقول لها طيران طبعا، فبتقول له ازاي، فبيقول لهم فكروا في حاجه بتحبوها جدا. بيفكروا ولكن ما بيعرفوش يطيروا، فبيقول لهم انا نسيت حاجه مهمه جدا، وبيمسك تنة ورنة وبيرمي عليهم شويه تراب اساطير، وفعلا بيبداوا يطيروا وبيبداوا طريقهم لارض الاحلام. وناني بتشوفهم وهم بيطيروا وبتكون خايفه عليهم جدا، وطبعا تنة ورنة ما بتبقاش مبسوطه باللي بيحصل. بيقفوا على الساعه دي وبيتر بيقول لويندي ارض الاحلام تاني نجمة على اليمين، وبياخدهم وبيروح ناحيتها. ساعتها بنروح لأرض الأحلام وبالظبط كده في سفينة قراصنة، وبنعرف إن القراصنة متضايقة جدا من الكابتن هوك لحد لما بيظهر مساعد الكابتن واللي بيكون اسمه سميع، والقراصنة بيمسكوه وبيقولوا له إحنا بقالنا فترة واقفين ما بنعملش حاجة، وأبو إيد مقطوع اللي فوق ده عمال يلعب عسكر وحرامية مع بيتر بان بحيرة الحريات ودورت، وطبعا أنت مش هتروح لمنطقة الهنود الحمر. بيروح له سميع وكابتن هوك بيقول له أنا لقيتها، الأميرة ليلي أكيد عارفة مكان بيتر،
بيتر، وبنعرف ان كابتن هوك بيكره بيتر جدا لانه قطع ايده ورماها للتمساح، ومن ساعتها التمساح مش سايبه في حاله. بس الحمد لله التمساح بلع المنبه بتاعه، ولما بيقرب منهم بيسمعوا صوته، ومره واحده بيسمعوا صوت المنبه، وفعلا التمساح بيبقى جنب السفينه وبيعمل كده لكابتن هوك وكانه بيقول له طعمك عجبني. ساعتها بيبقى كابتن هوك خايف جدا، ولكن سميع بيهديه وبيدرج له الجناب، ولكن مش دماغه هو، بيفضل يدور على دماغه لحد لما بيلاقيها. ومره واحده واحد من القراصنه بيقول بيتر بان ظهر، وكابتن هوك بيبص عليه وبيخلي سميع ينادي على القراصنه وبيقول لهم استعدوا جه وقت الحرب. ساعتها بيتر بان بيكون بيوري ويندي وبقيه الاطفال ارض الاحلام، ولكن كابتن هوك بيضربهم بالمدافع ولكن ما بتجيش فيهم، وبيقول بيتر لتنا ورنا خدي ويندي وباقي الاطفال للجزيره، وبيقول لكابتن هوك يا شواحه انا هنا نشي العدل بقى. وتنا ورنا بتجري بسرعه علشان تتوه ويندي، وبتروح للاولاد التايهين وبتوقع على ده الخشبه وده بيضرب ده، الكل بيضرب في بعضه، ولكن تنا ورنا بتوقفهم وبتقول لهم في وحش طاير بره. كلهم بيخرجوا بره وبينشلوا على ويندي وبيضربوها، وبتكون هتقع على الصخور، ولكن بيتر بيلحقها في اخر لحظه. ويندي بتشكره وبتقول له انت انقذت حياتي. تنا بتتضايق اكتر، بيزعق بيتر في الاولاد التايهين وبيقول لهم يعني انا جايب لكم ويندي علشان تحكي لكم حواديت تعملوا فيها كده؟ فالكائن ده بيقول له تنا ورنا قالت لنا انها وحش. بيتر بيزعق لها وبينفيها لمده اسبوع، وبيقول لويندي تعالي اوريك الجزيره. فالاولاد التايهين بيقولوا له احنا عاوزين نصطاد هنود حمر. بيوافق وبيخلي جون القائد بتاعهم. بيبداوا طريقهم في الغابه اللي بتكون مليانه حاجات غريبه، لحد لما جون بيلاقي اثار رجل واحد من الهنود، فبيقول لهم احنا لازم نتكتك ونعمل خطه. فالكرومبا ده بيقول له يعني ايه الكلام ده؟ فبيقول له احنا هندخل من هنا والهنود هتدخل من هنا. ساعتها مايكل بيلاقي الشجره دي بتتحرك، بيرفعها فبيلاقي رجل واحد من الهنود، بيحاول يحذرهم ولكن ما بيلحقش، والهنود بتهجم عليهم وبتقدر تمسكهم، بيكتفوهم. وجون بيقول لهم حقكم عليا، انا اللي غلطت، عملت فيها بوتريكا وقعدت اقول لكم خطه وبتاع. بيجي القائد بتاعهم وبيقول لهم احنا اللي كسبنا المره دي كده 2-1. فالاولاد التايهين بيقولوا له عاش عليك، المره اللي جايه هنركز اكتر. فجون ومايكل بيستغربوا جدا، فالاولاد التايهين بيعرفوهم ان دي لعبه وان هم بيلعبوا مع بعض مش اكتر. بيقولوا للقائد فكنا، فبيقول لهم مفيش الكلام ده، خبيتوا فين الاميره ليلي؟ الكل بيستغرب وبيقولوا له والله ما نعرف حاجه عنها. فبيقول لهم لو الاميره ليلي ما رجعتش قبل المغرب هشويكم. ساعتها بيتر بيوري الويندي حريات البحر، فبتفرح جدا. بيتر بيروح لهم وبيفرحوا جدا لانهم شافوه، والكل بيسيب اللي في ايده وبيروح له، ولكن ويندي بتنادي على بيتر. الحريات بتقول له مين دي وايه اللي جابها هنا؟ بيغيروا منها وبيفضلوا يغرقوها بالميه، ولكن بيتر بيوقفهم وبيقول لها دول بيهزروا معاكي. بتكون لسه هتتكلم ولكن بيقول لها اسكتي، وبيلاقي كابتن هوك رابط الاميره ليلي وواخدها معاه، فبيتر بيروح وراه هو ويندي لحد لما بيوصلوا لصخره الجمجمه. كابتن هوك بيربط الاميره في وسط الميه وبيقول لها انت تقولي لي فين بيتر وانا هسيبك تمشي، وانا عمري ما برجع في كلامي حتى اسالي سميع. سميع بيقول لها لا بيرجع، فبيقول لها بس انا قررت النهارده اني مش هرجع في كلامي. وطبعا بيتر بيبقى شايف كل اللي بيحصل، بيتعصب وبيروح ورا الجبل وبيغير صوته وبيقول لهم حاكم الجمجمه بيحذركم. كابتن هوك ما بيرتاحش فبيروح يشوف الصوت جاي منين، فبيتر بيلف الناحيه التانيه وبيقلد صوت الكابتن هوك وبيقول لسميع فك الاميره ليلي ورجعها للقبيله بتاعتها. سميع بيسمع كلامه وبيكون خارج بالمركب، ولكن هوك بيوقفه وبيقول له انت رايح فين، وبيرجعه تاني مكانه. بيتر ما بيسكتش وبيقول لسميع مش قلت لك رجع الاميره ليلي للقبيله بتاعتها؟ ساعتها كابتن هوك بيشوف بيتر وبيكون هيضربه، ولكن ويندي بتحذره فبيطير على اخر لحظه. فبيقول له كابتن هوك لو راجل انزل لي وانا هعرفك مقامك. بيروح له وبياخد منه المسدس بتاعه وبيديه الاستاذ سميع. بيقف قدام كابتن هوك وسميع بيضرب عليه. بيتر بيطير وبتيجي في كابتن هوك، بيقع في الميه وبيتر بيقول له يا خساره اخرتها تموت على ايد واحد احول. كابتن هوك بيكون لسه عايش وبيجي من ورا بيتر وبيكون لسه هيخلص عليه، ولكن سميع بيقول له اديله يا كابتن. بيتر بيبص له وبيقول له احنا فينا من كده. بيفضلوا يضربوا في بعض لحد لما بيتر بيخليه على الهوا وبيقول له يا ابن الايه انت بتعرف تطير؟ بيكون هيقع ولكن بيمسك في الصخره دي على اخر لحظه. بيتر بيقول له انت سامع اللي انا سامعه ده؟ مش ده المنبه بتاعك؟ وفعلا التمساح بيجي وبيمسكه من البنطلون، فبيقول له البنطلون لا، فبياخده هو والبنطلون. بيصرخ وبيقول له الحقني يا سميع، وبيفضل يجري من التمساح. ساعتها الاميره ليلي بتكون هتغرق، ولكن بيتر بيلحقها على اخر لحظه وبياخدها هي ويندي وبيمشوا. بيجي الليل وبنشوف هوك وهو متضايق جدا لان بيتر هزقه جامد المره دي وكان هياكله للتمساح. القرصان ده بيغني فسميع بيزعق له وبيقول له الكابتن مصدع. الكابتن بيطلع فبيديله واحده في دماغه، بيرجعه تاني مكانه. بيروح له وبيقول له ياه دي الضحكه دي رجعتني
الايام زمان. المهم الطباخ قال لي ان سمع من مساعد انه قال له انه سمع ان بيتر بان نفى تنة ورنة. بيفوق وبيقول له انت قلت ايه؟ طب ليه نفاها؟ فبيقول له علشان غيرانه من ويندي. فبيقول له عاش عليك يا سميع. بيلبس احلى حاجه عنده وبيغير الخطاف بتاعه وبيقول لسميع انت تروح للشط وتجيب لي تنة ورنة وترجع. على الناحيه التانيه قائد الهنود الحمر بيحتفل ببيتر بان علشان انقذ بنته. الكل بيسقف له والقائد بيقول لهم النهارده هعرفكم كل تاريخ الهنود الحمر، ولكن بيعرفهم على شكل اغنيه. الكل بيكون مبسوط وبنت القائد بتقرب من بيتر، ابوها بيرقص وويندي بتكون هتموت من الغيره. ساعتها تنة ورنة بتكون بتراقبهم من بعيد، ولكن بيجي سميع وبيمسكها بيوديها الكابتن هوك، وهوك بيقول لها انا كده كده بكره هسيب الجزيره، عشان كده كنت عاوز اشوفك، وكمان سمعت ان البنت اللي اسمها ويندي دي وقعت ما بينك انت وبيتر. تنة بتعيط فبيقول لها انا اكتر واحد حاسس بيكي، بس لو جينا للحق بيتر مش غلطان، ويندي هي السبب في كل ده. فبتقول له ايوه عندك حق. فبيقول لسميع احنا هنروح دلوقتي ونخطف ويندي وساعتها بيتر هيرجع زي ما كان، بس يا خساره احنا ما نعرفش مكانهم السري. فتنة بتشاور له على مكان على الخريطه، ولكن بتقول له اوعدني انك مش هتاذي بيتر. فبيقول لها مش هاذيه، ده انا عمري ما رجعت في كلامي حتى اسالي سميع. فبيقول لها بيرجع. تنة بتوصف له المكان بالظبط، وبعد لما بتخلص بيمسكها وبيحبسها في الفانوس ده وبيقول لها انا عملت كل الفيلم ده علشان اعرف مكانهم مش اكتر. ساعتها بيتر وكل الاطفال بيرجعوا تاني لبيت الشجره. الكل بيحيي بيتر الا ويندي. فبيقول لها الكل هنا بيحبني الا انت. فبتقول له ما كفايه عليك الاميره ليلي، وبتقول لاخواتها جهزوا نفسكم علشان هنرجع بكره البيت. فبيتر بيقول لهم مفيش مروح، لسه العمر قدامنا طويل، وبيسيبهم وبيدخل اوضته. فبتقول ويندي لاخواتها وللاولاد التانيين احنا محتاجين فالكرومبو ده بيقول لهم انا متهيألي كده ان كان عندي والتاني بيقول لهم وانا كمان كان عندي فار. بيفضلوا يضربوا في بعض لحد لما ويندي بتهديهم وبتبدا تعرفهم يعني ايه وانها كل حاجه في حياتنا. الكل بيفهم وبيمسحوا الرسومات اللي على وشهم، بيفضلوا يسمعوها وهي بتغني. في الوقت ده كابتن هوك والقراصنه بيوصلوا للشجره، بيقعدوا وبيسمعوا ويندي هي كمان بتخلص، والكل بيكون عاوز يرجع معاها للبيت. بتقول لهم مفيش مشكله بس بيتر يوافق الاول. بيطلع وبيقول لهم يلا بالسلامه روحوا واكبروا، بس لو كبرتوا مش هينفع ترجعوا تاني ابدا. الكل بيختار انه يروح مع ويندي، وويندي بتروح تودع بيتر وبتطلع لفوق. بتلاقي القراصنه مكتفين اخواتها والولاد التايهين بيكتفوها هي كمان، وكابتن هوك بينزل هديه جوه الشجره وبياخد هوك الاطفال للسفينه بتاعته وبيقول لهم اللي هيوافق يبقى معايا اهلا وسهلا، ما وافقتوش البحر مستنيكم. فبتقول له ويندي للاطفال ما تخافوش بيتر هينقذنا، وبيقول لها بيتر زمانه دلوقتي بيقرا الهديه بتاعتك. وفعلا بيتر بيقرا الرساله وبتكون من ويندي، ومكتوب في الرساله اوعى تفتح الهديه قبل الساعه 6. وهوك بيقول لويندي بيتر بان هينفجر. بتنصدم وتنة بتفضل تزق في الفانوس لحد لما بتكسره. بتخرج وبتاخدها جري لبيتر، بيكون هيفتح الهديه ولكن تنة بتشدها منه، بيفتكرها غيرانه والقنبله بتكون خلاص هتنفجر، ولكن تنة بتبعدها عنه وبتنفجر في تنة والمكان كله بيتدمر. بيتر ما بيحصلوش حاجه وبيفضل يدور على تنة، بيلاقيها وبيقول لها اوعي تروحي مني انت كل حاجه في حياتي. فبتقول له روح انقذ ويندي والاطفال. فبيقول لها لا مش هسيبك. ساعتها كابتن هوك بيقول لهم هتمضوا وهتبقوا معايا ولا هتختاروا البحر. فويندي بتقول له على جثتي. فبيربط الاطفال وبيطلعها على الخشبه بتنط، وسميع بيقول له الحق يا كابتن ما سمعناش التش. فبيقول له عندك حق هي راحت فين؟ محدش بيلاقيها لانها بتكون مع الولد الخارج بيتر بان، وتنة ورنة بتكون معاه. هوك بيقول لهم مش مهم دور مين اللي جاي. بيتر بيقول له دورك انت يا هوك، المره دي انت زودتها قوي. الكل بينصدم لانهم فاكرينه مات في الانفجار، وبيتر بيقول له تشاهد على روحك. بيفضلوا يضربوا في بعض وبيتر بيفك الاولاد وبيرجع لهوك وبينزل ضرب فيه. ساعتها سميع بيلم هدومه وبيكون سايب البلد وماشي. الكائن ده بيكون هيموت الاطفال، ولكن تنة بتروح تقول لبيتر. بيتر بيشد الاجزاء وبيلبس هوك في المدفع، بيطلع للقراصنه وبيقطع الحبل. كلهم بينزلوا مع سميع في المركب، وهوك بيقول لبيتر انت جبان وبتطير، لو راجل انزل لي زي الرجاله. فبيقول له انت اللي جبته لنفسك وايدي ورا ظهري كمان. بيفضلوا يضربوا في بعض لحد لما هوك بياخد من بيتر السلاح وبيكون هيخلص عليه، وويندي بتقول له طير يا بيتر. فبيقول لها انا قد كلامي. بيبص وراه وبيلبسه الشراع في دماغه وبياخد منه السيف. الكل بيفرح جدا، ومايكل بيقول له ارمي لي التمساح. هوك بيقول له يا ابني انا قد ابوك وهعمل لك كل اللي تقول عليه. فبيقول له قول انا فجله. بيقول وبيتر بيقول له دلوقتي ممكن تمشي بس اياك ترجع تاني. وبيبدا بيتر يحتفل، فهوك بيجي من وراه وبيكون هيخلص عليه، ولكن ويندي بتحذره فبيطير وهوك بيقع للتمساح. بيفضل يجري والتمساح يجري وراه. ساعتها بيتر بيقول لهم جهزوا نفسكم علشان هنسافر. ويندي بتقول له هنروح فين؟ فبيقول لها لندن. بتشكره وبيقول لتنة ورنة رش شويه تراب اساطير على المركب. بترش والمركب بيبدا يطير. ساعتها اهل ويندي بيرجعوا للبيت وبيلاقوا
ويندي نايمة على الشباك. بيصحوها وبتبدأ تحكي لهم كل اللي حصل معاها، ومايكل وجون بيكونوا نايمين على سرايرهم. محدش بيصدقها لحد لما بيشوفوا المركب طايرة في السماء ورا السحاب. الكل بيكون مبسوط، واخيرا بيصدقوا ويندي وان بيتر بان مش خرافة. وللأسف لحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.